خد تعالى انا عارف حاليا دلوقتي ان انت تايه وقاعد تسأل هو تنسيق الثانويه العامه من كام، هو تنسيق القبول في اولى ثانوي من كام، وقاعد تسأل ده وتسأل ده وتقريبا مش عارف تذاكر. فانا بقى هفهمك الدنيا، استنى شويه. هفهمك الدنيا بتاع تنسيق الثانويه العامه 2024 2025 عشان ترتاح وتعرف تذاكر. فانت كده ما تستعجلش على الفيديو، انا هجاوب على كل الاسئله اللي انت عايز تسالها ونفسك تسالها عشان ترتاح، عشان تعرف تذاكر وتشد حيلك الترم ده. فركز معايا كويس، ولو انت اول مره تشوف القناه اعمل اشتراك في القناه واكتب لي كده في التعليقات انت جبت كام ومحافظه ايه، لان الموضوع ده يفرق جامد. يفرق انت جبت كام ويفرق اكتر انت محافظه ايه، وهفهمك ليه دلوقتي. فاحنا حاليا دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ عن تنسيق الثانويه العامه 2024 2025. وتعالى بقى ندخل في موضوع الفيديو على طول عشان افهمك الدنيا. اول حاجه، انت طبعا دلوقتي بتقول انا مثلا جبت 110 الترم الاول، جبت 120 الترم الاول، جبت 90 الترم الاول. طبعا دي بتسال انت، فبتقول هو انا المفروض اجيب كام الترم الثاني؟ هو تنسيق الثانويه العامه كام؟ وحاليا دلوقتي انت بتشوف تنسيق موجود على جوجل او موجود على الفيس او في ناس بتنزله، ده مش حقيقي. دي اول معلومه. التنسيق اللي انت بتشوفه في اي مكان دلوقتي ده مش حقيقي، وهقول لك ليه. لان التنسيق بينزل اخر السنه لما تخلص الترم الثاني ان شاء الله، تظهر النتيجه، وبعد النتيجه نشوف نسبه النجاح كام، وبعد كده ينزل التنسيق. دي اول معلومه لازم تكون عارفها. التنسيق اللي انت بتشوفه دلوقتي بتاع السنين اللي فاتت، ولا هو حتى توقعات. تنسيق بينزل اخر السنه اللي هو تنسيق الثانويه العامه 2024 2025. وزي ما قلت لك الحته الثانيه، بلاش موضوع انا جبت كذا الترم الاول المفروض اجيب كام الترم الثاني. ده في حاله واحده بس، لان انت لو جايب مجموع كويس الترم الاول هتقول الترم الثاني اجيب 120 وخلاص، اجيب 110 وخلاص، وتلاقي نفسك في الاخر جبت 80. لا، دايما حط في هدفك انك تقفل. مهما كان مجموعك الترم الاول 90 130 135، حط هدفك الترم ده انك تقفل وتعمل اللي عليك. دي برضو تاني معلومه. في حته بقى بتاع موضوع لما قلت لك اكتب انت جايب كام واكتب لي محافظه ايه. حلوه الحته دي. تنسيق الثانويه العامه بيختلف من محافظه للتانيه، وممكن يكون الاختلاف كبير كمان. يعني هقول لك مثال بسيط كده. محافظة المنيا تقريبا خدت من 210 السنة اللي فاتت، تنسيق كويس كده في الحنين. محافظة المنيا خدت من 210 السنة اللي فاتت. وفي عندك هتلاقي محافظة اللهم صل على النبي لو افتكر جنة خدت من 250. تخيل الفرق بين المحافظتين كام درجة؟ 40 درجة. المنيا خدت من 210 وجنة خدت من 250. وعندك الدقهلية افتكر خدت من 245، والقليوبيه 215، اسكندريه 210. شايف الفرق كبير ازاي بين محافظه والتانيه؟ فانت لما تقول لي انا جايب مثلا 100 الترم الاول، اكتب لي محافظه ايه عشان انا اعرف ارد عليك رد كويس يعني. اما موضوع اللي هو موضوع انك في ناس بتقول طب انا جايب درجه وحشه، جايب 70 جايب 80 جايب 90 مثلا، ومتلخبط ومش عارف اعمل ايه، انا كده ضعت. في بقى الرد اللي هو ايه؟ هقول لك برضه على حسب محافظتك. يعني لو انت محافظه كويسه، قليوبيه اسكندريه المنيا، وفي محافظات تانية كتير، يعني شد حيلك وهتلحق لان تنسيقهم كويس. الحته التانيه بقى لسه يا جدعان، لسه في ثانوي وخدمات وثانوي ومنازل، وانا اديلي كذا سنه بتابع في التنسيق واعرف طلاب دلوقتي في ثانوي ومنازل وثانوي وخدمات والدنيا ماشيه معاهم تمام. ولسه ان شاء الله هتلاقي فيديوهات في القناه يعني، وهعمل فيديوهات تاني عن ثانوي ومنازل وثانوي وخدمات. بص الخلاصه يعني، ثانوي ومنازل وثانوي وخدمات وثانوي عام الثلاثه واحد، نفس المواد نفس الكليات. خدمات بتدخل كل الكليات، منازل بتدخل كل الكليات. طب ايه الفرق بينهم؟ دول محتاج فيديو كامل عليه يعني. الفرق بينهم بس ان هو بيديك فرصه، بيديك فرصه انك يعني تدخل الكليه برضو اللي انت عايزها. كده الفيديو بتاعي انتهى. طلعنا بشويه معلومات اللي هو التنسيق اللي لسه ما نزلش، وكل اللي انت بتشوفه ده توقعات. لا، التوقعات لسه كمان، لان ما ينفعش توقعات دلوقتي، لازم نحسب نسبه النجاح الاول بتاع السنه كلها. ده تنسيق السنه اللي فاتت واللي قبلها، وبيكون في فرق فعلا يعني. ممكن السنه اللي فاتت مثلا السنه دي يزيد عن السنه اللي فاتت او يقل على حسب. فانت ما تسمعش كلام حد اللي يقول لك التنسيق نزل، ده لسه بدري، ما ينفعش نهائي يعني. اما موضوع الكلمه اللي دايما تتقال دي المفروض اجيب كام الترم الثاني،
المفروض انك تجفل. وزي ما قلت الكل يكتب لي هو جايب كام في التعليقات. اعتقد يعني انا جاوبت على كل الاسئله دلوقتي. فانت ذاكر واعمل اللي عليك وريح نفسك كده الترم التاني، وخد نفس عميق، خد نفس معايا كده، واعمل اللي عليك وذاكر مهما كانت النتيجه بتاعتك. يا سيدي ما لحقتش، تعبت وذاكرت ما لحقتش الثانويه العامه، تدخل خدمات. ما لحقتش مثلا خدمات، تدخل منازل. انا بحب منازل احسن من الاثنين على فكره. يعني مش هتفرق، بلاش تضيع كله عشان بس ان انت ايه، يعني مش عارف اقولها ازاي، اللي هو ايه، واحد مثلا جاب 100 مثلا، لا انا مش هقدر ادخل ثانوي عام صعبه مش هقدر ادخلها. او مثلا ايه، واحد جاب 100 والترم الاول جاب 100 مثلا، بيقول لا مش هلحقها، مش هقدر الحقها. طيب انت ليه تدمر نفسك خالص؟ يا سيدي ذاكر واعمل اللي عليك، ما لحقتهاش ادخل خدمات، ادخل منازل، لكن ما تضيع ما تضيعش الفرصه كلها من ايدك ان انت ما تذاكرش خالص لدرجه ان انت ما تلحقش ولا واحده فيهم. كده الفيديو بتاعي خلص، واي حد عنده اي سؤال يكتب لي في التعليقات. وفي تكه صغيره في الاخر، هي دي محتاجه فيديو تاني. التنسيق في منه مرحله اولى ومرحله تانية ومرحله ثالثه، ولو لازم الامر بينزل مرحله رابعه. القاهره السنه اللي فاتت بدات من 145 ونزلت لحد قصدي بدات من 245 ونزلت لحد 220، ومفيش اي فرق بين الثلاث مراحل. مفيش، هو بس المرحله الاولى بتاخد من درجه عاليه جدا، تيجي اللي بعديها تنزل كمان حبه، تيجي المرحله الثالثه تنزل حبتين تاني، وهكذا. يعني نعمل عنه، يعني احاول نعمل عنه فيديو الايام اللي جايه ان شاء الله لو كنت فاضي، عشان انا في الجيش وكده. اي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.